اوعى تصدق احساس انك اقل من غيرك. انا عارف ومتفهم احساسك جدا، انك شايف حواليك ناس كتير ناجحه، وانك شايف ان ناس كانت معاك في المدرسه او في الكليه كملوا في طريقهم وعدوك بمراحل، وانت زي ما انت محلك سر. علشان كده انا عملت لك الفيديو ده. انا عارف انت لما بتشوف الناس دي، سواء ناس ناجحه تعرفها او ما تعرفهاش، بتقول انا مين في دول. بس في حاجه انت مش واخد بالك منها. انت شايف النتيجه وبس، ولكن ما شفتش الرحله اللي زميلك او الشخص التاني ده عدى بيها علشان يوصل للنجاح ده. المشكلة الأكبر إنك بتبص على النتيجة، مش بتبص على الرحلة اللي هو عداها. ولكن الحقيقة أنت ما شفتش التعب اللي هو عدى بيه، ولا الفشل اللي فشله، ولا السنين اللي عدت منه، ولا التضحيات اللي هو ضحاها عشان يوصل للنجاح ده. الفكرة كلها بتتلخص في إنك أنت بتقارن بدايتك اللي أنت لسه ما بدأتهاش أو ما بدأتش فيها بنهاية حد تاني بدأها من زمان جدا ونجح. وده اسمه ظلم لنفسك، لأن كل واحد فينا ليه طريقه الخاص، بظروفه الخاصة، بحياته الخاصة. الموضوع بكل بساطة إنك لو ركزت مع غيرك هتضيع نفسك، ولو ركزت مع نفسك هتوصل. تحدي الفيديو ده او فورة الفيديو ده بتقولك بص لنفسك بس، وقارن نفسك بامبارح مش بغيرك، وفوق لنفسك. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو في حاجه عايز تقولها يا ريت تكتبها لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.